في لحظة محدش بيتمناها، اللحظة اللي السر بيتكشف فيها والستر اللي ربنا رزقك بيه بيتشال. ناس كتير بتخاف من الفضيحة بس مش بتخاف من الذنب اللي ممكن يسببها، وساعتها بيكون كشف الستر مش انتقام لكن رحمة قاسية من ربنا. الستر هو من أعظم نعم ربنا على الإنسان. ربنا بيشوف غلطاتنا وبيقدر يفضحنا في ثانية، بس دايما بيسترنا. تخيل لو كل حاجة غلط عملناها ظهرت للناس، محدش كان هيقدر يعيش ولا يرفع عينه في وش حد. علشان كده الستر علامة حب من ربنا، مش ضعف في العقوبة. لكن أوقات بيجي كشف الستر كتنبيه، لما الغلط بيزيد والإنسان بيتكبر. ربنا ممكن يسيب حاجة صغيرة تتكشف علشان تفوق وترجع، مش علشان تنهار، لكن علشان تعرف إن اللي ستره 1000 مرة قادر يرفعه أو يسيبه. وساعتها الستر بيتحول لرسالة: ارجع قبل ما كل حاجة تتعرى. المشكلة الأكبر مش في اللي ربنا كشف ستره، لكن في اللي بيفضح غيره. الستر مش بس من ربنا، الستر كمان اختبار لينا احنا كبشر. هل هتسكت وتدعي له بالهداية ولا هتفرح وتتكلم عنه؟ اللي بيفضح النهاردة ممكن ربنا يفضحه بكرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الستر مش دايم، هو فرصة ربنا بيديها لك علشان تصلح وتبدأ من جديد. فلو ربنا لسه سترك اعرف انك غالي عنده، بس ما تستهونش بالنعمة دي، لأن أسوأ لحظة في الدنيا لما الستر يتكشف.